بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل محشي ورق عنب، وهنعرف ازاي برضو نخزنه. زي ما احنا شايفين كده اهو ورق العنب بنبدأ نرصه ونحضره، الورقة الكبيرة مع بعض والصغيرة مع بعض. ومعايا اللي هي العيدان بتاعت الشيش طاووس دي. ببدأ احط فيها كل مجموعة كده، بقى امسكها بالشيش طاووس دي بالعيدان دي عشان انا اقدر اتحكم فيها. وادي مية بتغلي، المية اللي غلت دي بحط فيها معلقة خل او عصرة ليمونة، وابدأ احط كده ورق العنب. بمجرد ما لونه بيتغير انا بطلعه من المية. لان هو ما احنا مش بنسويه، احنا بس يعني بندبله عشان يما يجي نسويه يستوي بسرعة معانا يعني. زي ما احنا شايفين لونه بس بيتغير من اللون بتاعه الاخضر ده خالص للون اغمق كده منه شوية كده، اعرف ان هو استوى. ما بياخدش نص دقيقة بالظبط يعني. زي ما احنا شايفين اهم حاجة ان احنا ندوس عليه في المية بحيث ان كل الورق يوصل له المية المغلية دي بالظبط. وزي الفل اهي يعني. ما العيدان طبعا اللي انا حطاها في كل مجموعة دي كده انا متحكمة ان مفيش ورقة تروح كده او كده وتتبهدل، لان هو الورق بتاعه بيلزق في بعضه. فانا عشان اقدر اطلع ورقة سليمة لازم اعمله بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. وهكذا يعني هنسلق المجموعة اللي عندنا اللي هي احنا هنستخدمها ده. آه وطبعا دي حاجة من الطرق اللي هي بتاعته اللي هي هخزنها، ان ممكن بعد ما بعمله زي ما احنا شايفين كده اسلقه، بشيله في طباق بتاع التلاجة واحتفظ بيها. او بجيب زي ما احنا شايفين زي ما هو اخضر، بعد ما نضفته ورصيته بلفه في ورق زبدة زي ما احنا شايفين كده من غير ما اسلقه، وابدأ اقفل عليه بالسولوتيب زي ما احنا شايفين. ورق زبدة، ورق ابيض نظيف مفهوش حاجة كده، اي نوع ورق نظيف بستخدمه بلف فيه ورق العنب زي ما احنا شايفين كده وهو اخضر، واحطه عندي في الفريزر، بيقعد من السنة للسنة. ادي هنا بحضر طبعا احنا هنحشيه، ولازم نعرف طبعا احنا قبل كده عملنا الخلطة بتاعت المحشي، وهي بتبقى خلطة واحدة، سواء ورق عنب كرنب اي نوع من المحشيات اللي هي البصلة المسبكة والطماطم الطماطم والبهارات بتاعتنا والكزبرة والشبت. طبعا الحاجات دي احنا عرفناها قبل كده من محشي الكرنب اللي جهزناه قبل كده. طبعا الناس كتيرة بتحب تاكل ورق العنب مع اي حاجة، ممكن مش يعني بجانب ورق العنب. فانا عملت واحدة بطاطساية بس، يعني قطعت طماطماية وبصلاية وبطاطساية وواحد جرنين فلفل اخضر كده سخنين او باردين مش اشكال اي حاجة، وبحطهم في قاع الحلة زي ما احنا شايفين. وابدأ بعد كده اعمل ورق العنب احشيه. طبعا انا ورق العنب خلي بالنا واحنا بنيجي نحشيه، بتبقى الناحية الخشنة اللي هي من الداخل والناعمة اللي هي من بره زي ما احنا شايفين اهو. اللي انا بحشي عليها وبحط عليها كمية الرز اللي هي الخشنة بتبقى من جوه، والناعمة اللي هي من بره. وابدأ احشي زي ما احنا شايفين كده اهو. كميات الرز بنحط كمية من الرز ونلم الجوانب بتاعة ورق العنب كده ونبدأ نلفها عشان الحشو ما يطلعش ولا من بره خالص ولا يفردك، يطلع صباع صباع كده وما شاء الله يعني. لو حسينا ان الورقة كبيرة ممكن نقسمها. وادي زي ما احنا شايفين جهزنا الحلة كويس، وبنبدأ نجيب ليمون نقطعه كده شرايح خفيفة ونحطه على وش ورق العنب. عندي شوربة لحمة، شوربة بط، اي نوع من الشوربة ممكن اسقي بيه ورق العنب. ما عنديش، انا بجيب مية مغلية زي ما احنا شايفين كده، وممكن احط واحدة مرقة دجاج عليها، واحط ملح بكمون، بحب احيجه ملح بكمون بيبقى اطعم من الملح وفلفل. واسقي ورق العنب زي ما احنا شايفين كده، ادوب المية بتغطي الوش بتاعه، انا ما زودتش اهو،
المية بس غطت الوش بتاعه، واهز الحلة زي ما احنا شايفين كده عشان المية تنزل في الفتحات كده بين الصوابع. ولازم اجيب طبق كده مسطح عندي واضغط على الورق العنب وبعدين احط الغطا، عشان لما يجي يغلي ورق العنب ما يفتحش الورق بتاعه. وادي اهو مستوى ما شاء الله. اول ما بيغلي بوطي النار عليه شويه ويبقى زي الفل، احلى ورق عنب هناكله. ما تنسوناش في الشير واللايك لقناتنا.